مساء الخير. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماس لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض ليونت 11 كونسبت 2 measuring volume. اول حاجه عندنا في الكونسبت ده الليسونز من 5 ل 7 بتتكلم عن finding a formula، يعني ازاي نجيب فورميولا للفوليوم وازاي نستخدمها. والجزء بتاع الكومباوند شيبس ده مش موجود علينا، يعني مش مقرر علينا. الجزء الاخير ده مش مقرر علينا، هناخد الجزء الاولاني والجزء التاني. تمام. طيب الفورميولا هي القانون اللي احنا هنستخدمه علشان نجيب الفوليوم. تمام. هنا الفوليوم لاي ريكتانجولار بريزم او كيوبويد، يعني لو عندي كيوبويد وعايز اجيب الفوليوم بتاعه زي ما خدناها قبل كده بتيكوال اللينس تايمز الويدث تايمز مين الهايت. تمام. وفي ناس كده بتختصرها بتقول ان الفي اللي هي الفوليوم بتيكوال اللينس اللي هو ال تايمز الويدث اللي هو الدبليو تايمز الهايت اللي هو مين الارتفاع. تمام. الاتش اللي هو الهايت. تمام. في قانون تاني كده بنقول عليه يعني مكافئ ليه يعتبر برضو. الفوليوم هنا بيكوال البيز اريا تايمز الهايت. بيز اريا بستخدمها كده بنقول بي اي كده تايمز الهايت تايمز ايه الاتش. تمام. طيب نقدر نقول القانونين دول زي بعض بالظبط، لان البيز اريا الكيوبويد البيز بتاعه عباره عن ريكتانجل، واحنا خدنا قبل كده ان الاريا بتاعت الريكتانجل بتيكوال اللينس تايمز الويدث. يعني انا اقدر اشيل اللينس تايمز الويدث دي واحط بدالها البيز اريا اللي انا بستخدمها هنا تايمز مع الاتش دي هتنزل عادي زي ما هي. يبقى انا كده القانونين هيوصلوني لبعض، يعني هما الاثنين مفيش فيهم اي مشكله خالص. تمام. طيب امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده؟ اذا اداني اللينس والويدث والهايت وقال لي هات الفوليوم هستخدم القانون الاولاني اللي هو اللي فوق ده. لو اداني بقى البيز اريا والهايت يبقى انا هستخدم القانون التاني. تمام. طيب تعال نشوف كده اكزامبل. هنا بيقول لي find the volume of the rectangular prism. طيب انا عندي الكيوبويد ده اللي قدامي اللي هو ده او ده، هما مش هيفرقوا كتير في حاجه. اللينس نخلي بالنا كويس ان اللينس هو ده الجزء ده كده ده. تمام. هو ده اللينس بكام هنا ب 4 سنتيمتر. تمام. طيب والويتس اللي هو الجزء ده كده. تمام. الجزء ده كده ده الطول ده. تمام. اللي انا عامله بالسهم ده هو ده الويتس، وهو كاتب عليه هنا 3 سنتيمتر. طيب والهايت اللي هو الارتفاع اللي هو اللي فوق ده كده ده. تمام. ده بكام؟ ده ب 2 سنتيمتر. هنا موضحها هنا في الشكل ده اللي قدامي. هنا كاتب لي ال اللي هو اللينس وكاتب لي تحتها ب 4 سنتيمتر، والدبليو اللي هو ده الويتس بكام ب 3 سنتيمتر، والاتش ب 2 اللي هو الاتش ده. تمام. الاتش ده هنا بكام ب 2 سنتيمتر. طيب تعال نشوف بقى ازاي نجيب الفوليوم بتاع الريكتانجولار بريزم ده او الكيوبويد. الحل الاولاني ده اللي اخدناه في الليسن اللي فات اللي هو النمبر اوف هوريزونتال لاير. الهوريزونتال لاير هنا 2 اللي هو الارتفاع، يعني كأن دي 2 لايرز. تمام. يعني كأن دي قسمها كده نصين كده، كأن دي لاير ودي لاير اللي هي 2 دي قسمناها، يعني اعتبرناها 2 لاير. والنمبر اوف كيوبز ان اتش لاير، يعني كل لاير فيها كام كيوب. طبعا هنا فيها 4 تايمز كام تايمز 3، يعني 4 تايمز 3 يديني 12. تمام. برضو هنا لو بصيت على الشكل ده هفهمها اكتر. الاتش هنا عبارة عن 2، فاحنا كده يعتبر قسمناها. تمام. الاتش دي هنا عبارة عن 2، فاخدنا اللاير اللي فوق دي لوحدها واللي تحت لوحدها. اللي فوق فيها هنا 4 تايمز 3، ادي 4 تايمز 3 دول يدوني 12، واللي تحت برضو 12 يبقى 2 تايمز 12 ده يديني 24 سنتيمتر كيوب او كيوب سنتيمتر. تمام. طيب ده اخدناه في الليسون اللي فات. طيب والليسون ده زي ما احنا قلنا هنستخدم القانون الجديد اللي هو عندي الفوليوم بيكوال اللينس والويدث والهايت، هم التلاتة نعملهم تايمز في بعض. يبقى ال 4 تايمز 3 تايمز 2 ده بيديني ال 4 تايمز 3 ايكوال 12 تايمز 2 ايكوال 24، يبقى 24 كيوبيك سنتيمتر. تمام. واخر حاجه بقى اللي هي البيز اريا. البيز اريا بقى ازاي نجيبها؟ زي ما قلنا الريكتانجل الاريا بتاعته بتيكوال اللينس تايمز الويدث، يبقى اللينس تايمز الويدث بيكوال 4 تايمز 3 ده بيكوال 12 سكوير سنتيمتر.
والفوليوم بيكوال البيز اريا تايمز الهايت، يبقى كام؟ يبقى تايمز 2 يديني 24. ده الفوليوم بتاعي 24 كيوبيك سنتيمتر. تمام. طبعا هنلاحظ ان هما التلاتة لازم بيوصلوا لي نفس النتيجة. تمام. طيب تعال نشوف بقى بعد كده عندنا ايه. هنيجي بقى افرض ان هو اداني القانون ده، الفوليوم ده انا استخدمته خلاص، اللي هو الفوليوم ايكوال اللينس تايمز الويدث تايمز الهايت. تمام. طيب لو انا عايز اللينس، تمام، لو انا عايز اللينس يعني انا مش عندي اللينس ده وعايز اعرفه، اجيبه ازاي؟ تمام. بخبيه كده، بعمل اولا الترينجل اللي قدامي ده اللي هو الفي من فوق، واللينس والويدث والهايت دول تحت بعض كده جنب بعض، هما في الصف اللي تحت ده. تمام. لو انا عايز اللينس بقول بيكوال الفوليوم اللي فوق اهو، فوليوم فوق اوفر المين، الويدث تايمز الهايت. تمام. بص كده القانون ده كده اهو، الفوليوم فوق دايفايدد على الويدث تايمز مين، تايمز الهايت. طيب لو انا عايز الويدث، لو انا عايز ده، نغير اللون عشان تبقى باينه. لو انا عايز الويدث ده اجيبه ازاي؟ يبقى الفوليوم دايفايدد على مين، على الاثنين اللي تحت اللي هو اللينس تايمز مين، تايمز الهايت. تمام، اللي هو القانون ده. طيب نغير اللون برضو. لو انا عايز الهايت ده اهو، تمام، اجيبه ازاي؟ الفوليوم فوق دايفايدد على اللينس تايمز مين، تايمز الويدث اهو. تمام. الهايت بيكوال الفوليوم دايفايدد على اللينس تايمز الويدث. طبعا مهم جدا ان ابقى فاهم دول كويس، يعني اعمل الترينجل ده قدامي كده عشان ما انساش، يعني لما تقابلني مثال زي كده لازم اعمل الترينجل ده علشان ما اغلطش. تمام. الفوليوم فوق، لو انا عايز الفوليوم بضربهم هما الثلاثه اللي تحت دول في بعض، لو انا عايز اي واحده فيهم يبقى الفوليوم دايفايد على الاثنين الباقيين. تمام. طيب تعال نشوف بقى نوع تاني من المسائل بيديني الترينجل ده اللي هو القانون التاني اللي اخدناه، اللي هو ايه؟ الفوليوم بيكوال البيز اريا تايمز الهايت. هنا برضو انا عملت ترينجل، الفي من فوق والبيز اريا والهايت دول جنب بعض. لو انا عايز الفوليوم بعمل الاثنين اللي تحت بعض، اللي تحت مع بعض بعملهم تايمز في بعض، يبقى الفوليوم بيكوال البيز اريا تايمز الهايت. لو انا عايز البيز اريا اللي هي البي اي دي، تمام، بعمل ايه بقى؟ عايز البيز اريا هي دي اهي، يبقى انا اخبي بقى البيز اريا دي، يبقى باقي لي الفوليوم فوق دايفايدد على مين، دايفايدد على الاتش. تمام. طيب لو انا عايز الاتش بقى، الاتش اهي، يبقى انا لو عايز الاتش اعمل ايه؟ الفوليوم دايفايد على مين، على البيز اريا. تمام. طبعا بستخدم اي قانون فيهم، هما الثلاثه صح، بس بستخدم القانون على حسب المساله اللي عندي. تمام. هنشوف دلوقتي ازاي. هنا بيقول لي find the volume of each of the following، يعني انا عايز الفوليوم بتاع اللي جايين دول. تمام. نمبر A، واضح عندي هنا ان اللينس بتاعي اقدر اعدهم، ادي 1 2، اعدهم ازاي؟ ادي 1 2 3 4 5، يبقى دي 5. طيب والويدث 1 2 3 4، يبقى هنا 5، وهنا كام؟ 4، واللي فوق ده كده اللي هو الهايت كام؟ 3. يبقى اعمل ال 5 تايمز 3 تايمز مين؟ ال 5 تايمز ال 4 تايمز مين؟ تايمز ال 3. هو ده الفوليوم. تمام. اللي هو اللينس تايمز الويدث تايمز الهايت، ونعملهم هما ثلاثة في بعض. تمام. اهي اول حاجة عندي الفوليوم هنا بيكوال اللينس تايمز الويدث تايمز الهايت، ده بيكوال 5 تايمز 4 تايمز 3، 5 تايمز 4 ايكوال 20 تايمز 3 ايكوال 60 كيوبيك سنتيمتر. طيب تعال نشوف البي هنا برضو مديني 10 و8 و20. طبعا انا لو عايز اعملهم لو انا عايز اجيب الفوليوم هعملهم هما 3 تايمز في بعض، يبقى ال 10 تايمز ال 8 تايمز ال 20، ده بيديني 20 تايمز ال 8 ايكوال 160 تايمز ال 10 يبقى 1600 كيوبيك سنتيمتر. طيب لو عايز اشوف نمبر سي بقى، مديني الاريا هنا، يبقى ده البيز اريا، يبقى انا لازم استخدم القانون بتاع مين؟ بتاع البيز اريا. تمام. يبقى البيز اريا هنا 25 تايمز مين؟ تايمز الهايت اللي هو كام؟ اللي هو 20، على اساس ان 20 دي هنا هنا هي الهايت. تمام. يبقى 25 تايمز 20، طبعا 20 تايمز 25 تايمز 2 بتيكوال 50، ونحط جنبها الزيرو كمان يبقى 500 كيوبيك سنتيمتر. هنا بقى بيقول لي find the missing dimension in each of the following where the volume is known. يعني هو هنا مديني الفوليوم وعايز مين؟ وعايز في missing dimension هو عايزه. يعني مثلا هنا في نمبر A مديني
10 ومديني 20 وفي واحد تالت ناقص اللي هو مين؟ اللي هو الويدث اللي هو الدبليو، صح كده؟ ال 20 هنا هي الهايت او اللي هي الاتش، والال هي ال 10 وباقي الدبليو. اجيب ازاي الدبليو دي بقى؟ اجيب ازاي الويدث؟ لو نفتكر القانون هنعمل المثلث بتاعنا اللي هو ترينجل والفوليوم من فوق، تمام؟ تعال نفكر كده اهو، نعمل كده وكده وكده، تمام؟ كنا بنعمل الفوليوم فوق، وهنا اللينس، وهنا الويدث، وهنا الهايت، تمام؟ انا عايز مين بقى دلوقتي؟ انا عايز الويدث، تمام؟ اللي هو ده، عايز الويدث اللي هو ده، تمام؟ يبقى الفوليوم دايفايدد على مين؟ على اللينس تايمز مين؟ تايمز الهايت. الويدث هنا بيكوال الفوليوم دايفايد على اللينس تايمز مين؟ تايمز الهايت، زي ما احنا شايفين كده اهي، تمام؟ طبعا اكتب القانون الاول وبعد كده اعوض. الفوليوم هنا مديني 1000 كيوبيك سنتيمتر، يبقى اكتب 1000 فوق، دايفايد على ال 10 تايمز مين؟ تايمز ال 20، ودول بيكوال 200، يبقى 1000 دايفايد على 200 طبعا هتطلع لي 5 سنتيمتر، لان هنا 2 زيروز هيروح مع 2 زيروز، ويبقى هنا 10 دايفايد على 2 ايكوال كام؟ ايكوال 5 سنتيمتر. نمبر بي بيقول لي ايه؟ هنا مديني اللينس ومديني الفوليوم ومديني الويدث وعايز الهايت، صح كده؟ الهايت هو اللي ناقص، اللي هو ده، هو ده الاتش اللي انا عايزه. فبعمل ايه؟ برضو نفس الحكايه، بعمل الفوليوم من فوق دايفايد على 2 الباقيين، يعني كده بقول له ان البي اللي هو الاتش هنا بيكوال الفي دايفايدد على اللينس تايمز دبليو اهي، تمام؟ الفي دايفايد على ال تايمز دبليو، يبقى 600 اهي، اللي هي دي اهي، 600 دايفايد على 15 تايمز كام؟ تايمز 5، 15 تايمز 4 سوري، 15 تايمز 4 ايكوال 60، يبقى 600 دايفايد على 60 ايكوال 10 سنتيمتر. واخر حاجه عندي هي نمبر سي. نمبر سي بيقول لي مديني هنا الاريا بايكوال 12، الاريا دي اللي هي مين؟ اللي هي البيز اريا، تمام؟ لان هنا البيز هنا زي الروف، تمام؟ يعني هنا الروف وهنا البيز هي هيدينا نفس الاريا، تمام؟ اللي هي 12. طيب والفوليوم 220. طيب باقي مين؟ باقي الاتش بقى اللي هي ناقصه، تمام؟ انا عايز الاتش اجيبها ازاي؟ لو نفتكر القانون بتاع البيز اريا، ادي الفوليوم، الفوليوم بيبقى من فوق والبيز اريا تحت هنا والهايت جنبها كده. لو انا عايز الهايت ده يبقى الفوليوم دايفايد على مين؟ على البيز اريا، يعني اللي فوق دايفايد على مين؟ على اللي تحت، في اوفر بي اي، تمام؟ يبقى اهي الاتش هنا بتيكوال البيز اريا، الفوليوم دايفايد على البيز اريا، يعني 220 دايفايد على 12، وده بيديني 20 سنتيمتر، تمام؟ لان 24 دايفايد على 12 ايكوال 2، والزيرو ينزل يبقى 20 سنتيمتر. طيب تعال نشوف هنا كده بقى، بيقول لي يعني اول اكسرسايز عندي بيقول لي complete where the length unit is 1 سنتيمتر، تمام؟ يعني لو وحدة الاطوال بكام؟ ب 1 سنتيمتر. طيب هنا بقى بيقول لي عايز اشوف اللينس هنا بكام؟ تعال نشوف اللينس اللي هو ده، تمام؟ اللينس هنا عندي كام كيوب؟ 1 2 3 4، يبقى 4. الويدث اللي هو ده 3، يبقى 3. والهايت اللي فوق ده، تمام؟ ده بيكوال كام؟ بيكوال 3 برضو. يبقى هنا الفوليوم بقى بيكوال كام؟ 4 تايمز 3 تايمز 3، 4 تايمز 3 ايكوال 12 تايمز 3 ايكوال 36، تمام؟ طبعا مفيش اسهل من كده. تعال نشوف اللينس هنا كام؟ نمبر بي، اللينس هنا كام؟ اللينس هنا 4، تمام؟ والويدث 2، الويدث هنا 2 اهو، والهايت هنا 4 برضو، تمام؟ يبقى 4 تايمز 2 ايكوال 8، 8 تايمز 4 ايكوال 32، تمام؟ هنا بقى في نمبر 2 بيقول لي find the volume of each of the following، تمام؟ هنا مديني كل حاجة وعايز الفوليوم بس. طبعا هعملهم هما 3 تايمز في بعض، تعال نشوف. هنا يبقى 6 تايمز مع 5 تايمز مع 4، ال 6 تايمز 5 ايكوال 30، يبقى 30 تايمز 4 ايكوال، طبعا ال 3 تايمز 4 ايكوال 12 وجنبها 0، يبقى 120 كيوب سنتيمتر او كيوبيك سنتيمتر. هنا برضو في نمبر بي نفس الحكاية، 10 تايمز 3 تايمز 4، هنعمل هما 3 تايمز في بعض، 10 تايمز 3 ايكوال 30 تايمز 4
30 تايمز 4 يعني طبعا ال 4 تايمز 3 equal 12، ونحط جنبها مين الزيرو يبقى 120 برضه. هنا بقى لو جينا عند نمبر اي، نمبر اي بيقول لي هنا 12 وهنا 10. ال 12 دي اللي هي الاريا او البيز اريا، يبقى هناخد ال 12 تايمز ال 10 يبقى 12 تايمز ال 10 ده بيكوال 120. تمام. تعال نشوف هنا نمبر اف بيقول لي ادي البيز اريا برضه 36 تايمز 5، 36 تايمز ال 5. طبعا هنا عشان نفتكر بقى ممكن اعملهم ازاي، ممكن اعملهم تحت بعض كده اللي هو 36 كده تايمز ال 5. تعال نفتكر كنا بنعملها ازاي في الفيرست تيرم. ال 5 تايمز 6 ايكوال 30، بحط الزيرو كار اب 3. تمام. وال 5 تايمز 3 ايكوال 15 بلس 3 ايكوال 18، يبقى 180 كيوبيك متر. تمام. نمبر 4 هنا بقى جايب لي ايه؟ جايب لي العكس، جايب لي فوليوم وبيقول لي الميسنج دايمنشن هنا كام. تمام. الميسنج دايمنشن هنا اللي هو مين؟ اللي هو الاتش، صح كده؟ واضح جدا ان هو ايه؟ ان هو الاتش، لان دايما زي ما احنا قلنا ده هنا اللينس وده الويدث وده ايه؟ ده الهايت. طيب لو انا عايز الهايت برضه هعمل ترينجل، هلاقي ان الاتش بتيكوال الفوليوم دايفايدد على مين؟ دايفايدد على اللينس تايمز الايه؟ تايمز الويدث. طيب تعالى نعوض كده بقى نشوف 300 دايفايدد على اللينس تايمز الويدث اللي هو 6 تايمز 5. 6 تايمز 5 يعني 30. تمام. دول 30 يعني هيشيلوا لي يمين ال 3 وجنبها 0 دول، يبقى باقي لي 10. يبقى باقي كام؟ ده يديني 10. تمام. يبقى 10 سنتيمتر. تعال نشوف بقى نمبر بي. نمبر بي هنا برضو نفس الحكايه، بس هنا اللي ناقص هو الويدث اللي هو الدبليو. طيب تعال نشوف بقى، يبقى 1200 دايفايد على 20 وجنبها 0 برضو كمان اللي هو بتاع 10، يبقى 2 زيروز دول هيروحوا مع 2 زيروز دول، و12 دايفايد على 2 ايكوال 6 سنتيمتر. تمام. يبقى كده بيكوال 6 سنتيمتر، ده اللي هو مين؟ اللي هو الويدث. شوف بقى lessons 8 و 9 بيقول لي solving real world volume story problems و building 3 dimensional cities. هناخد كده الجزء اللي علينا في الليسون ده. هنا بيقول لي سارة bought an aquarium fish tank of internal dimensions. يعني سارة brought يعني أحضرت يعني أو جابت an aquarium fish tank يعني حوض سمك. تمام. of internal dimensions ومديني الدايمنشنز الانترنال يعني اللي جوه كام. اللينس هنا ب 80 والويدث ب 30 والهايت 50 سنتيمتر. then she poured water in it up to the 40 height line. تمام. يعني هي كبت ميه لغايه لما وصل الهايت اللي هو الارتفاع بتاع اللاين كام؟ 40. تمام. هنا بيقول لي what is the inner volume of the aquarium fish tank. اولا انا عايز اعرف الانر فوليوم اوف aquarium fish tank ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفوليوم اللي من جوه. تمام. طيب هو مديني كل الدايمنشنز اللي من جوه، مديني اللينس والويدث ومين؟ والهايت، يبقى اعملهم هما 3 تايمز في بعض. تمام. يبقى هنا اللينس بيكوال 80 والويدث 30 سنتيمتر والهايت 50 سنتيمتر، يبقى الفوليوم بيكوال اللينس تايمز الويدث تايمز الهايت، ده بيكوال كام؟ ده بيكوال هما 3 تايمز في بعض كده. ال 8 تايمز ال 8 تايمز 3 ايكوال 24 و24 وجنبها دبل زيروز وتايمز ال 5 بيكوال 120,000 كيوبيك سنتيمتر. تمام. بعد كده بيقول لي نمبر 2 ايه؟ وات از ذا فوليوم اوف ذا باورد ووتر. هو عايز يعرف هي الفوليوم بتاع الميه اللي اتكبت جوه دي كام. تمام. طب ما هي الميه اللي اتكبت جوه دي هي نفس الفوليوم نفس البيز، بس الهايت هو المختلف لانها ما وصلتش لكام؟ ما وصلتش لغايه ال 50 دي، لغايه وقفت عند مين؟ عند ال 40. يعني الهايت بس هو اللي ايه؟ هو اللي مختلف. بص كده هنا كان بيقول لي ان الهايت 50. تمام. بس هي لما كبت لغايه لما وصلت لكام؟ وصلت لغايه ال 40 بس. تمام. ووقفت. تمام. يبقى كده هستخدم البيز اريا هي يعني ال 80 تايمز ال 30 زي ما هما، بس تايمز مين؟ مش تايمز ال 50 بقى، تايمز مين؟ تايمز ال 40. تمام. يعني هيبقى ازاي؟ يبقى اللينس
يبقى الفوليوم بيكوال اللينس تايمز الويدث تايمز الهايت. بس لما نيجي نعوض عن اتش هنحط كام؟ هنحط 40. يبقى 80 تايمز 30 تايمز 40. طبعا لما نعملها هنلاقيها بكام؟ 96,000 كيوبيك سنتيمتر. تمام، علشان هي ما ملتش الاكواريوم لاخره. اوكي. اكزامبل تاني هنا بيقول لي سامي wants to design a box، عايز يعمل بوكس of volume 6000 سنتيمتر كيوبيك to fit an area of length 50 سنتيمتر and width 40 سنتيمتر. What is the height of the box؟ يعني سامي عايز يعمل ديزاين لبوكس الفوليوم بتاعه 60,000 كيوبيك سنتيمتر. تمام، يعني فوليوم، يعني سامي عايز يعمل بوكس الفوليوم بتاعه 60,000 سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر. تمام، طيب واللينس والويدث بتوعه كام؟ 40 وكام؟ و50. لو انا عايز الهايت بقى بتاعه هيبقى كام؟ هيبقى لو افتكرنا الترينجل اللي عملناه قبل كده اللي هو ده، هنكتب برضو الفوليوم فوق، وهنا هيبقى فيه حاجتين مع بعض، هنكتب هنا الفوليوم فوق، وهنا هيبقى اللينس والويدث ومين والهايت. طيب لو انا عايز الهايت بقى، هو عايز ايه؟ عايز الهايت، عايز دي. تمام، يبقى مين فوق؟ الفوليوم ديفايدد على مين؟ على اللينس تايمز مين؟ تايمز الويدث. الفوليوم ديفايدد على اللينس تايمز الويدث. تمام، يبقى 60,000 اهي. هو عملنا تريانجل برضو وكتبنا القانون، يعني لازم نعمل تريانجل ولازم نعمل ايه؟ نكتب القانون. الاهم ان احنا نكتب القانون طبعا. تمام، 60,000 ديفايد على 50 تايمز ال 40، وده بيديني 60,000 ديفايد على ال 4 تايمز ال 5 ايكوال 20، وجنبها 2 زيروز كمان يبقى 2000. هنا هنلاقي ان ال 3 زيروز دول هيروح مع 3 زيروز دول، يبقى 60 ديفايد على 2 يديني كام؟ 30 سنتيمتر. يبقى الهايت بتاع البوكس كام؟ 30 سنتيمتر. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو في اي مشكلة ابعتولي، مستني رأيكم رأيكم في الكومنتات بتاعت الفيديو. اشتركوا معنا في قناتنا على اليوتيوب وقنواتنا على الواتساب وعلى التليجرام. يلا باي باي.